الزمالك فتح مدرسة الفن والهندسة يا جماعة. ألف ألف مبروك للزمالك العظيم. امبارح كان بيلاعب دريمز وغلبنا دريمز 3-0 في عقر دارهم. وفريق دريمز الغاني كان فاتح للاستاد بالمجان في استاد الموت الرعب بتاع بابا يارو ده ولا بابا يارا في كوماسي اللي اتغلبنا فيه قبل كده 6-1. والحمد لله ان الزمالك عدى وغلب 3-0 وفتح المدرسة. وردنا على علاء صادق اللي يقول لك الزمالك ملوش قيمة من غير حكام. ادينا لعبنا بره والحكم كان مش عارف من تشاد ولا مين وغلبنا 3-0 ومش محتاجين تقول لنا الحكام وابراهيم نور الدين ومحمد عادل وحكام الاحتواء. الزمالك فريق كبير، فريق مدرسة وفن وهندسة، وفي النهائي الافريقي الحمد لله ولاعب نهضة بركان المغربي. طبعا ده انجاز مهم جدا ان الزمالك يلعب في النهائي. امبارح مصطفى شلبي وزيزو وتشكيل جوميز كان مميز جدا، الا زياد كمال ما كانش قوي في الشوط الاولاني. وكان ملاعب برضو سامسون اكينولا والمسلوسي جاب اول جول من كورنر، وبعدين سامسون جاب وقف الكوره وشاطها وجاب جول. غلبنا 2-0 في الشوط الاولاني. ضيعنا كور كتير، هم برضو جات لهم كور كتير. كانوا بيخترقوا من النص بسهولة وعواد عمل شغل حلو، ودونجا ما كانش كويس في الشوط الأولاني. وفي الشوط التاني مسكنا كورة ومصطفى شلبي جاب جون جميل وكانت 3-0. فالزمالك كان بيلعب على راحته. احنا طبعا كنا قلقانين جدا من الماتش ده عشان الزمالك كان متعادل هنا في القاهرة 0-0 وضيع كور كتير. فقلنا ربنا يستر في غانا وان هم يملوا الاستاد ويفتحوا الاستاد بالمجان للجماهير الغانية. مبروك لمدرسة الفن والهندسة، ويا رب ان شاء الله الكونفدرالية دي تبقى من نصيب الزمالك. دي زي النسخة التانية اعادة النهائي بتاع 2019 مع نهضة بركان لما تعادلنا 0-0، لما اتغلبنا 1-0 هناك وغلبنا هنا 1-0 ولعبنا ضربات جزاء وفزنا. فربنا يسهل وتبقى البطولة الكونفدرالية التانية للزمالك. ألف مبروك يا زمالك. الحمد لله الحمد لله. ما احتاجناش أدوية الضغط امبارح والسكر والجلطات. الزمالك فن ومدرسة وهندسة والحمد لله. واثبت على التشكيل. أنا شايف إن أحمد حمدي وشحاتة الجداد دول كويسين، لما نزلوا برضو في الشوط التاني عملوا فرق جامد. ظبط نفسك يا جوميز. محاضرتك كانت ممتازة قبل الماتش شفناها كلنا. ويا رب النصر للزمالك. ورسالتي للدكتور علاء صادق، سيب الزمالك في حاله. الزمالك مش محتاج حكام. ما تحسسناش ان الزمالك بس اللي بيتجامل عشان الاهلي برضو بيتجامل. اعزائي المشاهدين، الف مبروك لجمهور الزمالك العظيم، ويا رب النصر في الكونفدرالية وفي النهائي ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. شكرا لحسن المتابعة. ميرسي.